حبايب قلب جيش الاساطير متابعين قناه المان والطرش، النهارده معانا الحلقه التاسعه من حكايه كاهن الموتى ريوجا. قبل ما نبدا ما تنساش طبعا اهم حاجه هي الصلاه على النبي، ولو حابب يعني فتقدر تحط لايك قبل ما تنسى. هات بقى بشارك ومسلياتك وتعالى اخوك سيف حسام الدين يحكي لك الحكايه. شفنا في الحلقه اللي فاتت اصحابنا لما راحوا عند الحدود، وده طبعا بهدف انشاء القاعده بتاعتهم الخاصه بالنقابه. القاعده كانت على شكل مسله الشمس ولكن بالطاقه الظلاميه الخاصه بمستحضرين الارواح، وبعد ما خلصها صاحبنا كان حصل على زياده في احصائيات الاموات وكمان دفاع طبيعي من الضباب اللي بيخلي الشخص مش بيقدر يشوف. بيخلي بعدها صاحبنا الشباب يتدربوا هناك وبيديلهم نصايح لتقنياتهم، وكمان بيخليهم يعلوا مستواهم بعد ما بيحصل هجوم على القاعده من مهمه الدفاع. بيروح بعدها يجيب محول الطاقه من مدام شوري، وبمساعده شينيا بيقدروا يصنعوا الجولوم الدموي الجديد اللي اسمه فلاد. اخر حاجه شفناها لما كان قال لكرونس ان هو عايز يروح لقاعه الحكام، فكان عايزه عشان يديله المهاره، لكن صاحبنا ما عجبتوش المهاره دي. فيا ترى ليه؟ تعالوا نشوف. بنشوف المهاره اللي حصل عليها واللي اسمها قوه العملاق، ودي بتقلل من قوه حياه اللي بيتم استعمال المهاره عليه، لكن في المقابل بتديله دفاع ومقاومه، وكمان ممكن تقدر تعالج الحاله الجسديه والعقليه. بيتنهد ريوشا كده وبيقول ايه يا عم المهاره العبيطه دي؟ بيضايق كرونوس وبيقول له ما تتكلم حلو يا عم انت، وانا غلطان يعني عشان جبت لك مهاره؟ بيفهموا ريوشا انها مش مفيده ليه. هو ازاي يعني المفروض استخدمها وانا كل اعتمادي اصلا على الموتى الاحياء؟ الاستدعاءات بتوعي مش عندهم قوه حياه اصلا عشان تشتغل عليهم، فمفيش لها اي فايده. المهاره دي قويه جدا لكن للاحياء والبشر، مش مناسبه لطريقه قتال نهائيه. يعني بمعنى اصح بدل ما تكون المهاره دي مناسبه ليا انت صنعتها لانها مناسبه ليك لانك عملاق، مش كده؟ بمعنى اصح ملاش اي فايده لمستحضر الارواح. بيقول له كرونوس وانا عامل لك ايه يعني يا عم؟ اهي كانت مهاره عندي بالقوه المقدسه الكفايه اللي كانت حصلت عليها وخلاص واديتها لك. بيقول له ريوجا عادي يعني مش مشكله كبيره، بس للاسف مش هقدر الاقي فرصه عشان اقدر استخدمها. بصراحه اللي يسمعك وانت عمال تقول لي تعالى معايا وهديلك مهاره فشيخه ما يشوفكش دلوقتي وانت شبه الفار المبلول من الاحراج، ده انت حارس نجم فاشل فاشل. بيقول له كرونوس وبعدين معاك يا ابن الصرمه، لو راجل قول كده تاني. فبيقول له صاحبنا هو انا يعني اخاف منك؟ بقول لك انت فاشل فاشل حرفيا. كرونوس فاضل له شويه وينزل في صاحبنا ضرب بسبب الاهانه دي. بيمر الوقت وصاحبنا بيخرج للشارع بعد ما بيخلص كلام مع كرونوس، واثناء ما هو ماشي بيرن تليفونه وبتطلع دي مدام شوري. بيقول لها صاحبنا ايه ست الكل ايه الاخبار؟ فبتقول له شوري كله تمام وزي الفل، انا النهارده برن عليك عشان في مصلحه جالي مهمه من ناس حبايبنا يعني، وما تقلقش مش تبع اعضاء نقابه العنكبوت الاحمر لكن ناس تانية. بيقول لها ريوجا هو انت مفكراني مرتزقه ولا ايه والفلوس هي اللي بتحركني؟ على فكره انا معايا فلوس كتير قوي واقدر اجيب فلوس اكتر مما تتخيلي. لكنها بتقاطعه وبتقول له لا اكيد طبعا مش فلوس، المكافاه المره دي هي عشبه جينسنج متحوله وسعرها يقدر ب 100 مليون دولار. اصحاب الطلب دول طالبين مساعده منك بصفتك كاهن بسبب مهارتك العلاجيه. هتحب تاخد فكره؟ مش بنعرف وافق ولا لا، لكن بتشوف ان المهمه دي متعلقه بشركه سيت، ودي شركه رائده في مجال ابحاث المانا واحجار المانا كمان. الابنه الصغرى لرئيس الشركه دي عندها مرض نادر اسمه جسد الموميا، واللي حرفيا بيخليها شبه الموميا ضعيفه جدا مش بتقدر تعمل اي حاجه، وكمان المرض ده بيمتص طاقه حياتها. رئيس الشركه طلب من كل معارفه وكل شركات الابحاث عشان تدور على علاج مناسب ليها، لكن للاسف كل ده بات بالفشل. في النهايه قرروا يستعينوا بواحد من الصيادين، والطلب ده وصل لصاحبنا ريوجا. وبالفعل بنشوف صاحبنا وصل لبيت بتاع رئيس الشركه وكمان معاه شينيا وشوري. بيسال صاحبنا شوري لو بجد لو انجز المهمه دي هل هياخد العشبه الاسطوريه. بنعرف بقى ان الجينسنج المتحول ده هو فعلا عشبه اسطوريه من الدرجه العاليه، واللي مخليه نادر انه بيحتوي على طاقه ظلاميه عاليه. غير كده كمان هي طاقه نقيه جدا لاقصى حدودها، مفيده لسحره الظلام او الكائنات الظلاميه. بتقول له شوري اكيد طبعا تقدر تحصل عليها، لكن هل بجد هتقدر تنجز المهمه دي؟ الناس دي مش بتهزر على فكره يا سيد ريوجا، اي خطا ممكن يحصل هيعمل لنا مشكله كبيره. صاحبنا بيبتسم لها وبيقول لها عيب عليكي اكيد طبعا هقدر. بيقول ريوجا ان مرض الموميا ده حاليا ملوش اي علاج ولا عارفين ايه سببه اصلا، لكن كل ده اتغير في المستقبل. سبب المرض ده هو ان الجسم اتعرض لكميات كبيره من المانا وحصل له تسمم مانا. بمجرد ما تم معرفه الداء فالعلماء فورا اخترعوا له علاج، وانا معايا معظم الخبرات والعلوم وحتى اهم الاخبار عن المستقبل، فده سهل بالنسبه لي. في نفس الوقت العبيط شينيا بيبقى معجب بالبيت الفخم ده وبيقول انا اول مره اشوف بيت زي ده. بتقول له شوري انت كيميائي صح؟ اظن دي اول مره نتقابل فيها. فبيتحرك شينيا وشكله معجب بيها وبيقول لها ايوه فعلا انا اسمي شينيا. بتقول له شوري انا سمعت انك عبقري في علم صناعه الجرعات وكمان شاطر قوي في الكيمياء. فشينيا بيبقى فرحان ومحروج قوي انه بيتم مدحه وبيقول تقدري تقولي كده يا ست الكل. بيبص عليه ريوجا وبابتسامه سمجه كده وبيقول الواد ده شكله وقع فيها على الاخر. بيدخل فجاه شخصيه فخمه
صدمه كده للمكان، وهو ده رئيس شركه ستين، وبنعرف ان الراجل ده اسمه هاني. طبعا بمجرد دخوله فقوته السحريه كانت عاليه جدا لدرجه ان شينيا بيحس بضغط هايل منها. وبيحكي لنا كمان شينيا ان هاني هو ساحر من فئه السبع نجوم، بس الفكره ان هالته السحريه دي في مستوى تاني خالص لدرجه انها مخلياه مش قادر حتى يبص في وشه. بيروح هنا عشان يسلم على شوري وبيقول لها عدى وقت طويل يا مدام، فبترحب بيه شوري وبتسال عن احواله. بيقعدوا بعدها على طول وبيقول هاني خلونا ندخل في الموضوع على طول. بيبص على اصحابنا وبيقول هل انتوا اللي استلمتوا طلب علاج بنتي؟ بيقول له صاحبنا بالظبط، وبيعرف عن نفسه هو وشيني. بيبص لهم هاني بحده كده وبيقول انا جالي ناس كتير بحجه انهم جايين يعالجوا بنتي، لكن هدفهم الرئيسي هو استغلال فلوسي عشان يطلعوا باي مصلحه، وفي الاخر برضه ما حصلش اي تحسن. بيقول له بطلنا على كده بقى، انا هكون الشخص الاول اللي فعلا مش ناوي يضحك عليك يا سيد هاني. فبيهدده هاني وبيقول له لو مش هتقدر تعمل كده فبلاش تبدا احسن، انا مش عايز بنتي يجي لها شويه امل ويتسحب منها تاني، عشان كده يا ابن الناس لو مش هتقدر تعملها قول من دلوقتي. بيقول له ريوجا انا فاهم قلقك ده، بس انت ما ينفعش كده ما تثقش فيا قبل ما اجرب حتى طريقتي في العلاج الاول. بيمسك هاني على ايده من القلق والتوتر، وبيلاحظه ريوجا وبيقول فعلا شكل الراجل ده فعلا بيحاول يتمسك بقشايه على امل انها تتعالج. فجاه بيتكلم هاني بنبره تهديد وبيقول انا قررت اثق فيك وادي لك فرصه، لكن اوعدك لو انت فشلت انت مش بس مش هتاخد المكافاه، لكن كمان انسى انك هتخرج من هنا عايش. صاحبنا بيبتسم وبيقول له عيب عليك، هو انا بتاع بليله؟ في نفس الوقت شينيا هيموت على نفسه من الرعب وبيقول له اموت واعرف انت جايب الثقه دي كلها منين؟ يلا انت ايه انت بارد يلا، انت كانوا بيرضعوك تلج وانت صغير؟ الراجل بيقول لك هيموتنا، ده واحد من مستوى النجمه السبعه هتودينا في داهيه الله يخرب بيتك، انت حرفيا لو عملت اي حاجه غلط فمش هيلاقوا جثث اصلا يدفنوها. ابوس ايدك ابوس ايدك قول انك هتقدر تعالج البنت. وبعد شويه بيدخل صاحبنا الغرفه اللي فيها البنت، وهناك بيلاقي دايره سحريه شغاله، والنظام بيقول ان هو بيتم ارجاع المانا والتعافي بشكل سريع. صاحبنا بسرعه بيقول لهاني يوقف الدايره السحريه دي بسرعه وحالا. فبيستغرب هاني بيقول له ايه ده انت عبيط، الدوائر السحريه دي اصلا كلها دوائر علاج بتمد جسمها بمانا عشان تقدر تتماسك. فبيقول له ريوجا انتوا كده بتقتلوها مش بتنقذوها، المرض اللي عندها ده اصلا بيتفاعل مع المانا وهو اللي بيمتص طاقه حياتها. انا عارف انك شايف ان الدايره السحريه دي بتستعمل المانا عشان تفعل تعويذه علاجيه تخليها تتعافى، لكن للاسف ده بيزود المشكله عندها اصلا وبيزود من حده المرض. عشان كده ارجوك بسرعه وقف الدوائر السحريه دي وخلينا اشوف شغلي. هاني مش بيبقى مقتنع قوي بالكلام صاحبنا في الاول، لكنه بالفعل بيوقفه. وفجاه بدات البنت تفوق وتفتح عينيها، على طول بتنادي على ابوها واللي بيروح فورا يقول لها ان هو معاها هنا. بنعرف بقى البنت دي واللي اسمها سيرا، واللي بتسال والدها عن مين الناس دي بالظبط. بيعرفها هاني عليهم وانهم الناس اللي جايين ان شاء الله يعني عشان يعالجوها من مرضها ده، وعايزها بس تستحمل شويه كمان وهتبقى كويسه. بيقول ريوجا يلا بينا نبدا حالا، وفورا بيقول لشينيا يجهز دايره تحويل المانا، وكمان يجيب ويحط احجار المانا في مكانها اللي طلبوا منه. وبالفعل بعد ما بيحط شينيا احجار المانا في مكانها بيرسم الدايره السحريه، بيتم فورا تفعيلها. وبنعرف من النظام ان الدايره دي اسمها دايره تحويل المانا السحريه، واللي بتشتغل كمحول ومتحكم في المانا الموجوده في الفضاء اللي داخل الدايره السحريه دي. بيقول له ريوجا ينفذ اللي اتفقوا عليه، وبالفعل شينيا بيتحكم في الدايره السحريه وبيقلل المانا في الغرفه، وكمان بيسحب المانا من جسم سيرا واحده واحده. وبعد شويه بيقول شينيا ان المانا في الغرفه تم استنفاذها بالكامل ودلوقتي جه دورها. بيقول له ريوجا كويس، اول مرحله من العلاج خلصت خلاص، استنفاذ كل المانا من جسد الهدف هي حاجه ما يقدرش يعملها غير كيميائي. وبالفعل بنشوف سيرا وشها بدا يظهر عليه علامات التحسن، فبيفرح هاني وبيقول انت بجد قدرت تعملها، دي فعلا معجزه. بيقول له ريوجا ده طبيعي لان جذور المشكله اصلا كانت بسبب المانا، اننا نقدر نسحب منها المانا من جسمها ده يعتبر اننا كسبنا نص المعركه. بيقول ريوجا لكرونوس انا بسحب كلامي عنك لما قلت انك حارس نجم فاشل. بيطلع كرونوس وبيقول له هو انت بصحيني من النوم عشان تقول لي كده، هو انت عايز ايه؟ مش بيرد عليه صاحبنا، وبيروح يقرب من سيرا وبيقول ان البنت دي عندها تسمم حاد من المانا، وهو ده اللي اثر على عضلات جسمها وخلاها ضعيفه بالشكل ده. لكن يصادف ان المهاره الجديده اللي انت اديتها لي دي بتقدر تعالج النوع ده من الضعف. مين كان يتوقع مهاره عبيطه زي دي هتقدر تخلينا اساعد البنت دي النهارده؟ وبالفعل صاحبنا بيستعمل مهاره قوه العملاق على سيرا، وبيقول النظام ان قوه حياه الهدف بيتم استنفاذها، ولكن قوه تعافيها الجسديه زادت بنسبه 40%. فجاه جسمها بدا يتنفض وبيحصل لها تشنجات، فبيقلق هاني وبيسال ريوجا عن اللي بيحصل لبنته. وحتى شينيا بيكون مرعوب وبيقول في نفسه احيه احنا خلاص متنا، شكل العمليه فشلت ولا ايه؟ بدات سيرا تكح جامد وبيخرج من بقها دم وهي بتصرخ، فبيقلق عليها هاني وراح يشوف مالها، لكن ريوجا بيوقفه وبيقول له يهدى ويقف مكانه، وبيكمل وبيقول له لو انت لمستها دلوقتي هيحصل عواقب
ومشاكل كبيره مش هتقدر حتى تحلها. بيقول ريوجا في نفسه انا اكيد مش هقدر اقول له واوضح له ان انا استخدمت مهاره بتقلل قوه حياه بنته عشان اقدر اعالجها والا هيخلص عليا، وكمان لو حاولت اشرح له الموقف ده بهدوء وفي حاله الهلع اللي عنده ده فكاني بزود بنزين على النار. مهاره قوه العملاق دي مهاره قويه صحيح لها ايجابيات لكن لها سلبيات برضه، بتستنفذ قوه حياه الشخص لكن في المقابل بتساعده على التعافي الجسدي. لكن يصادف بقى ان انا عندي طريقه تانية اقدر اعوض لها قوه حياتها اللي فقدتها. بياخد صاحبنا جرعه صحه وبيقول ان هو هيزود قوه حياته فوق الحد المسموح، وبعدها يستعمل مهاره نقل طاقه الحياه الزايده لجسم سيره كانه محول كده، وبالتالي هيتم استنفاذ قوه الحياه الزايده دي من مهاره قوه العملاق، وفي نفس الوقت هتزيد قوه التعافي كانها دايره مقفوله. بيقول ريوجا بصراحه كان هيبقى اسهل لو كنت اقدر اديها الجرعه العلاجيه بشكل مباشر، لكن للاسف جسمها حاليا مش هيقدر يهضمها، وبرضه حاليا باللي انا بعمله ده فمفيش اي حد تاني في العالم كله هيقدر يعمله بسبب مهارتي، عشان كده انا محتاج منك بس تصبري عليا شويه يا سيره وهتقدري تفوقي بسرعه باذن الله. واخيرا وبعد شويه وقت من العلاج بتقدر سيره تفتح عينيها وبنلاحظ حالتها الصحيه بقت احسن بكتير عن الاول، واول ما بتنادي على والدها بيجري بسرعه عليها وياخدها في حضنه وبيبقى فرحان جدا ان هو تم شفائها. بعد شويه لما بيسيبها ترتاح بيروح اول حاجه عشان يعتذر لصاحبنا عشان كان خشن معاه في التعامل، وكمان بعدها بيشكره جدا على اللي عمله ده. بيبتسم ريوجا وبيقول له بصراحه الشكر كله لبنت حضرتك عشان قدرت تتمسك لوقت اطول وتساعدني في مرحله العلاج، اصلا هي حاليا مجهده جدا عشان كده اتاكد انك تغذيها كويس بوجبه كويسه. بيدمع هاني وبيقول له بصراحه انا ما اعرفش من غيرك كنت هعمل ايه، شكرا ليك بجد يا سيد ريوجا. صاحبنا بيزهق ما هو مش متعود على الناس ان هم يشكروه ويتعاملوا معاه كده، وبيقول له خلاص يا عم هاني قلت لك مفيش داعي لكل ده، هو انا اقدر دلوقتي اخد المكافاه وامشي مش كده؟ فبيقول له هاني اكيد طبعا ثواني وهتبقى قدامك، وبالفعل بيجيب له صندوق فيه نبات الجينسنج المتحول الاسطوري، ومن صفاته ان هو موجود فيه منى ظلاميه نقيه، وكمان الشخص اللي بيستعمله لازم يكون من فئه الاربع نجوم. هاني بيسلم بطلنا المكافاه بتاعته وبيقول له انا بشكرك تاني يا سيد ريوجا. فصاحبنا بيقول له كفايه بقى يا عم هاني والله احرجتني. صحيح يا سيد ريوجا هل ممكن اسالك سؤال بسيط يعني لو امكن؟ بيقول له صاحبنا اتفضل. فبيقول له هاني هل العلاج اللي انت عملته ده ينفع يتعمل على باقي المرضى المصابين بمرض جسد الموميا؟ فبيقول له ريوجا بصراحه هيبقى صعب جدا لان مش فاضي لدرجه ان انا اروح لكل مكان والتاني عشان اعالج الناس. فبيقول له هاني عندك حق برضه الموضوع هياخد وقت طويل منك. صاحبنا بيفاجئه وبيقول له ليه ما تحاولش انتوا تصنعوا علاج بنفسكم للحالات دي؟ فبيطلع كرونوس وبيطبطب على دماغ صاحبنا بيقول له هو ده الكلام انشر اسمي اكتر واكتر. صاحبنا بيقول له طب سيب راسي طيب في حالها يابا بطل تضربني على دماغه وادخل كم النوم. فبيكمل ريوجا بيقول لهاني لو قدرت اشرح لك طريقه العلاج واحده واحده وخدت المفهوم منها فانا متاكد هتقدروا تعملوا طريقه علاج مناسبه. بيقول له هاني هو انت بتتكلم بجد يا سيد ريوجا؟ هي مش دي المفروض طريقه سريه يعني؟ فبيقول له ريوجا بلا سريه بلا بطيخ، بس بمجرد بس ما اقول لك مفهوم العلاج هيبقى تطوير عليكم انتوا انا ماليش دخل. بينصدم هاني في الاول لكنه بعدها بيتكلم بقى بعقل رجل الاعمال اللي جواه وبيقول له لو الفكره دي نجحت فعلا فانا بوعدك يا سيد ريوجا ان هو لو تم تطوير العلاج ده فليك نسبه 10% من مبيعاته. بيتفاجئ ريوجا وبيقول له مش كده كتير؟ فبيروح هاني يقفش في ايده وبيقول له ابدا والله اعتبر ده كمان جزء من شكر ليك على اللي انت عملته النهارده. تمام يا سيد هاني انا اتشرفت بالعمل معاك. وفي نفس الوقت صاحبنا الخبيث اصلا بيضحك بشر وبيقول كويس جدا قدرت اعمل علاقه معرفه كويسه جدا براجل زي ده. بيمشي صاحبنا وبيرجع للقاعده وتحسه داخل زريبه مش مثلا يقول سلام عليكم، لا ده داخل بدماغه وبيقول له سوره مسا عليك حصل اي مشاكل؟ الواد سوره تحسه اتخض كده لما سمع صوت صاحبنا مش عارف ليه. ايه ده انت رجعت يا زعيم بدري والله ده انا كنت مفكرك هتاخد شويه وقت اطول لحد ما ترجع. بقول له ريوجا مش عارف ليه حاسس انك ما كنتش عايز تشوفني دلوقتي، ده انا فكرتك هتديني ربع مشكل من بتوعك ده عشان اتاخرت عليك. على العموم خد امسك الصندوق ده عشانك مش خساره فيه، الصندوق ده فيه اكسير هيفيدك جدا. فبيفرح سوره وبيمسك الاكسير وبيقول له ايه العظمه دي كلها يا كبير ده متوقع منك فعلا يا زعيم. فصاحبنا بيقرب منه كده ببطء وبيقول له ولا انا اول مره اشوفك بتكلمني باحترام مبالغ فيه قوي كده، عملت مصيبه ايه يا ابن الصرمه قول لي؟ يا عيني سوره بيجيب جاز حرفيا من كل حته. وبيكمل صاحبنا وهو بيشاور على كرش سوره وبيقول له ايه ده ولا انت طلع لك كرش امتى يالا؟ ولسه سوره هيفتح بقه وراح متكرع في وش صاحبنا. الله يقرفك يا عم حرفيا صاحبنا كان هاين عليه ينزل فيه ضرب. بيقول له سوره بصراحه لما كنت قاعد بفرز جواهر الوحوش حسيت ان انا جعان فجاه كده مش عارف ليه، فقلت اخد لي حجر ولا اتنين اتسلى فيهم. فصاحبنا بيبص ورا سوره وبيلاقي المكان حرفيا مكنوس وبيبرق من كتر النظافه. بيقول له انت كنت بتاكل احجار المنى كانهم شويه لب وتقول لي حجرين ولا ثلاثه؟ وعلى طول بيشمر دراعه.
فبيقلق سورا وبيقول له امسك العقل وحات ابوك يا اسطى، استنى بس وربنا هروح اصطاد واجيب لك غيرهم تاني لو عايز. لكن المفاجاه ان صاحبنا ما كانش رايح يضربه، لا وبيقول له كمان وهو فرحان ده ممتاز جدا. يعني سورا كان على وشك ان هو هيعيط من كتر الرعب. المهم صاحبنا بيقول له كويس انك عملت كده. بيفتح بقى نافذه الحاله بتاع سورا عشان نعرف ان ريوجا فرحان عشان تم استيفاء كل شروط التطور والمنى في جسم سورا زادت. في العاده فاجساد الموتى الاحياء مش بتقدر تخزن منى وبيبقوا بالقوه اللي هم تم احيائهم بيها، لكن على عكسهم فصاحبنا كان حاطط في جسم سورا قلب منى تنين حقيقي، على الرغم من انه كان جواه قلب منى لكنه كان فاضي بسبب ان هو اكل احجار المنى دي، فتم تخزين المنى فيه من تاني. وساعتها بيعرف صاحبنا ان قلب المنى اللي ما كانش عارف ازاي يخليه يشتغل طلع محتاج احجار منى بس. بيناوله صاحبنا الصندوق وبيقول له ما يستخدموش دلوقتي بما ان احجار المنى كانت تكفي وتوفي في الوقت الحالي. وانا بصراحه كنت مفكر انك هتكره اكل احجار المنى عشان كده جبت لك الاكسير ده. على فكره انا مش زعلان عشان انت اكلت الاحجار المنى، فما تقلقش يعني دول يعتبروا شويه مكسرات، اهم حاجه انك تبقى اقوى وخلاص، لانك كل ما تبقى اقوى كل ما انا ابقى اقوى. بيروح سورا العبيط يحضن في صاحبنا وهو متاثر جدا بكلامه وبيقول له انا كنت فاكرك هتزعل مني يا زعيم ولا حاجه، انا بجد مش مصدق. لكن العبيط ده من كتر الحماس عنده بيكسر عظم ريوجا في ايده. ولا سيبني يلا سيبني يلا ابن الغبيه هموت في ايدك، الله يخرب بيتك يا عم. معلش يا كبير والله اتحمست بس شويه. بيطلع كرونوس يموت على نفسه من الضحك في اللي حصل لريوجا، فصاحبنا بيقول له ادخل كمل نوم يا اسطى، ده انتوا عالم مرزعه كلكم. الله صحيح يا سورا هو فين الواد احمر؟ فبيقول له ريوجا لو قصدك على الشبح الغيط ده فهتلاقيه بيلعب هنا ولا هناك. صاحبنا بينادي عليه وبيجي له جري، وبعدها كمان بيطلع جسم احمر اللي كان اتحول لعظام، وبيقول له كرونوس ايه ده هو انت ناوي تعمل ايه بالجسم بتاعه؟ فصاحبنا بيقول له انا ناوي انفذ الخطه اصلا اللي انا كنت عايزها من البدايه، وعلى طول بيعفقه من قفاه زي الفار المبلول وبيحشره في جسم العظم بتاعه، وبكل شر كده بيضحك وبيقول شوف بقى واتفرج على مهاره الدمج بتاعتي هتعمل ايه. وبالفعل بيظهر شاشه النظام وبيقول له انه تم الدمج بين الجسد الميت وروح صاحب الجسد الاصلي مع بعض. في نفس الوقت عند شلة المتخلفين اصحابنا بيخلصوا التدريب بتاعهم من الزنزانة بتاعت الغابة، وبيقول ريوما احنا رجعنا بامان يا زعيم وقدرنا نفوز في الاختبار كمان. ريوجا بيبص عليهم وبيقول الحمد لله على السلامة يا شباب، بس هو انتوا بتعملوا ايه بالوقفة العبيطة دي؟ اما انتوا شوية مرزعين انتوا كمان صحيح. بيقول له يوما لزوم الاكشن بقى وكده يا كبير. الله صحيح يا زعيم هو مين الجدع اللي واقف جنبك هناك ده؟ فبقول له روجا ايه ده هو انت ما تعرفوش ولا ايه؟ انتوا اتقابلتوا قبل كده بس على هيئة تانية، اللي قدامك ده كان الشبح العبيط احمد. صحيح بما انه دلوقتي بقى ميت حي فانا سميته سعيد. بيطلع سعيد وفرحان بجسمه الجديد وبيقول انا حي انا حي انا لسه حي، انا هجيب الدمار للكوكب، انا ولا اخرس بقى لا بطل صداع مش ناقصك على المثل، مش كفايه المرزعين اللي انا كنت بتكلم معاهم من شويه. هو على طول بيسكت سعيد لما بياخد العين الحمراء من صاحبنا. بيكمل ريوجا بيقول على اي حال ده سعيد فرد جديد معانا في الفريق. بنعرف بقى من النظام ان هو اتحول لهيكل عظم من فئه الساحر وكمان قوته من فئه النجمتين. العيال يا عيني بيبقوا مرعوبين، لكن مش مرعوبين من سعيد، لا ده مرعوبين من بطلنا وخايفين لو ماتوا ويحولهم لهياكل عظميه زي سعيد برضه. بيقول لهم صاحبنا عيب عليكم، المهم دلوقتي اسمعوني احنا دلوقتي هنتوجه للجنوب. بيستغرب يوما وبيقول له انت لو قصدك الجنوب فده عند المنطقه 0 مش كده؟ فبيضحك ريوجا ضحكته الشريره بيقول بالظبط كده، انا ناوي حاليا اوسع من نفوذي ومنطقتي. بيتكلم ريوجا عن الماضي بتاعه وبيقول انا كنت دايما لوحدي بدون معارك، كانوا الناس دايما بيسموني بامبراطور الموت، ملك العظام، او حتى راجل الجيش الواحد وغيرها من الاسماء. على الرغم من ان كان معايا موتى احياء كتير لكن ما كانش عندي القوه الكفايه اللي تخليني اقدر اتحدى اشخاص زي العائلات السبعه ومن ضمنهم عائله رومانوف القويه، لكني خلاص اتعلمت من غلطتي ودلوقتي انا ناوي اوسع من دايره معارفي وكمان من منطقتي وقوتي. مش مهم انا بنفسي وشخصي قوي قد ايه، كل ده على الفاضي لو ما قدرتش اجمع ناس حواليا اشخاص يثقوا فيا واثق فيهم ضروريين جدا. اما بالنسبه للمنطقه فمسله واحده مش هتبقى كفايه، دي هتبقى مجرد البدايه، بالاضافه ان انا محتاج اخليك حاكم رتبه خارقه انت كمان، مش كده ولا يا سيد المعلمين؟ بيقول له كرونوس عين العقل يا معلم، ده المتوقع من المتعاقد بتاعي. وبالفعل بيروح بينا المشهد للشباب وهم في الطريق. سورا بينبه اصحابنا عشان موجود وحوش الترول قدامهم، بيسالوا ريوجا لو ما كانش ينفع ياخد طريق تاني من جنبهم، فبيقول له سورا للاسف ده هيبقى صعب عشان النوع ده من الوحوش عندهم حاسه شم قويه جدا وموجود منهم 4. بتقلق يوكا وبتبقى خايفه عشان وحوش الترول دول من فئه ال4 نجوم ولو اتعاركوا معاهم ف100% هيموتوا. بيقول ريوجا فعلا الوحوش دي هتبقى حاجه رخمه قوي عشان نتعامل معاها الوقت الحالي، وده بسبب قوه حياتهم العاليه وقدرتهم على التجدد السريع. طب ايه يا كبير ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنفضل نتفرج عليهم كده كتير؟ زي ما قلت لك عندهم حاسه شم قويه جدا وهيقدروا يلاقونا بسرعه. بتقول يوكا ايوه يا زعيم خلينا نرجع تاني بسرعه، لكن وكالعاده ريوجا بيبتسم ابتسامه الشر بتاعته وبيقول للاسف فات الاوان، احنا حاليا محاصرين ومفيش مجال نهرب، عشان كده مفيش حل تاني غير القتال او فتح طريق للهروب.
وبالفعل بيظهر واحد من الترول اللي بيزعق عليهم وبيقدر يتكلم وبيقول انا جعان انا عايز بشر. صاحبنا بيقول لهم محدش يتدخل دلوقتي، بيفعل الخاتم بتاعه وبيقول لهم المعركه دي من نصيب فيلاد محدش هيدخلها غيره. وبالفعل بيخرج فيلاد من الخاتم وبيقول له ريوجا يلا يا معلم وريني اللي هتقدر تعمله حالا. فيا ترى ايه اللي هيحصل مع فلاد؟ ده اللي هنعرفه بكره، لكن دلوقتي عايز اقول لك كلمه السر واللي هي سعيد. اكتبها لي في التعليقات عشان تطلع معانا الفيديو الجاي زي الاساطير دول، وكمان دول الاساطير بقى اصحاب الثواني واول تعليقات على الفيديو. لو كنت بقى وصلت لحد هنا يا صاحبي فيا ريت ما تنساش تحط لايك وكومنت كده لو حابب تشجعني فيه عشان نكمل. كان معاكم اخوكم سيف حسام الدين، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.